تعالوا بينا هنعمل بسبوسة بتكات جديدة خطيرة تجنن. في البداية هجيب معلقتين كبار لبن بودرة، احمصهم لحد ما يبقوا معايا باللون ده على نار هادية كده في الطاسة، وافضل اقلب فيهم هيبقوا معايا باللون الذهبي الخطير ده. كيس بسبوسة بقى من السوبر ماركت، وهحط عليه اللبن البودرة المحمص اللي احنا حمصناه كده على نار هادية لحد ما بقى لونه ذهبي، وهحط كمان معلقة صغيرة بيكنج باودر. هقلب الكلام ده كله مع بعضه واركنه على جنب. هجيب طاسة واحط فيها 3 4 معالق كبار سمنة، وعليهم معلقه عسل نحل. بسبوسه يعني سمنه، يعني ما جراش حاجه بقى، نبقى نبدا دايت بعدين، مش لازم بقى ندقق في كميه السمنه بتاعه البسبوسه النهارده. تمام، هقلبهم بقى مع بعض، هدفيهم بس على النار كده، وبعدين نكمل احلى بسبوسه ممكن تعملوها. بعد ما دفيوا معايا بس كده، نزلت بيهم بقى على الخليط بتاعنا اللي احنا حاطين عليه اللبن البودره والبيكنج باودر وكيس البسبوسه. هقلب الكلام ده كله، مش نافعه المعلقه خالص، لازم بايدك بقى وتبدأي بقى تبسي، لان دي خطوة مهمة جدا. هتبسي بقى الدقيق بتاع البسبوسة مع السمنة اللي احنا دفيناها والعسل النحل. نص كوباية لبن، وهنزل واحدة واحدة ومعجنش بقى، ابتدي الم بس الخليط بتاعي. تمام، شايفين؟ واحدة واحدة كده، احط واقلب، احط واقلب، ما تعجنيش عشان ما تنشفش منك، قلبي بس. هكون محضرة الصينية بتاعتي ودهناها سمنة او طحينة اللي يعجبك، بس انا دهنتها سمنة. هقلب بقى الكلام ده كله، حطيت نص كوباية اللبن، والمقادير بتاعتنا خطيرة وسهلة جدا، والطريقة كمان تجنن. حطيتها في السمنة وظبطت كده شكلها. طبعا مولعة الفرن بتاعي على درجة حرارة 200 على الرف اللي في النص، واحطها لحد ما تحمر معايا، وشغل عليها الشواية تاخد اللون الذهبي الخطير ده. شايفين؟ تحفة. اول ما تاخد اللون الذهبي هنخرجها على طول. على ما تستوي بقى، تعالوا بينا هنعمل كوباية ونص سكر وكوباية ونص مية، هحطهم على النار لمدة 3 دقايق، وبعدين هحط عليهم كيس فانيليا واطفي عليهم. اول ما البسبوسه تطلع معايا بقى باللون الذهبي الخطير، عايزه اقول لكم ريحتها وطعمها تجنن. هسقيها بقى بالعسل واحده واحده كده بالكبشه، ما تنزليش الحله عشان ايه؟ ما تبوظيش شكل البسبوسه. هغطيها بقى واسيبها لحد ما تبرد خالص. شايفين الجمال؟ مرمله ودايبه وطريه بجد خطيره. عايزه اقول لكم هتعشقوا الطريقه دي، طعمها حلو جدا جدا ولا المحلات. شايفين؟ خطيره. يا سلام يا سلام، دايبه ومرمله كده. لا، الموضوع خطير، لازم تجربوا الطريقه دي، هتعجبكم جدا. شايفين؟ حطوا عليها قشطه بقى، وما اقولكوش بقى، وعيشوا، خطيره خطيره. شايفين مرمله ازاي وطريه مش ناشفه ابدا؟ حته قشطه عليها بقى كده، وما اقولكوش تنسوا العالم. بجد خطيره جدا جدا، عايزاكم تجربوها وتقولوا لي رايكم ايه. شايفين طريه ازاي؟ لو وقفتي قدام الصينيه هتاكلي الصينيه اصلا من حلاوتها، بجد تجنن. شايفين بقى؟ طريه ومش ناشفه، وكلها على بعضها مرمله، لونها واحد من بره ومن جوه، ودي اهم حاجه، يعني لونها مش من جوه فاتح ومن بره غامق، لا. وما تسيبونيش قدام الصينيه بقى عشان الوضع كده خرج عن السيطره. شايفين؟ خطيره.